إنك عندما تقف على يوميات مقاتلي جيش التحرير الشعبي بهذه الناحية وترافقهم عن قرب ستشاهد آيات الله وكراماته لهؤلاء الثوار الذين يثبتون وسط القصف والتدمير ولا يباهون بسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الجبناء المغاربة، بل حتى لا يعيرون لها أي اهتمام، وتجدهم يقهقهون ويمرحون من خذلان وخيبة جنود الاحتلال الذين يعيشون تحت رحمة ضرباتهم. فإلى جانب أنهم يعيشون حياة بسيطة وزاهدة دون تكلف، تجدهم يتعاونون جميعا في خدمة بعضهم، فهذا حذر يستطلع الواقع الميداني باهتمام شديد. وهؤلاء يودون صلاتهم وآخرين يعدون الطعام للبقية، والبعض الآخر يخطط ويهندس للمعركة المقبلة، والكل على استعداد لأي تطورات تستدعي الاستنفار والجاهزية. نبلغ المغاربة الجيش المغربي على أننا إن شاء الله نواصل الكفاح، وكفاحنا هو اللي يوصلوا على أنه يستنجد بإسرائيل في المنطقة. وحاجة اللي عن ما يقوم به المغرب الآن من دوريات بلا درونات المستوردة من إسرائيل، ما هي إلا عبارة عن سلم كهربائي يطلع نيلين حتى احنا نوصلوا ما يمكننا من ضربات المؤلمة للنظام المغربي، اللي إن شاء الله سيصل إلى مفاصل النظام المغربي. الربط يوميا، الهجمات يوميا، بما فيها اليوم هذا اليوم خابطين القاعدة مغربية، خابطين هنا بقات بلادها برزة، مفهوم. وجميع الصحراويين خاصة الشباب، شي واحد في التجارة، شي واحد في خروجه يلتحق بالميدان، وراني محيي جميع المناضلين اللي في المناطق المحتلة. وضحية صعبة وراء الجدار، راهم بهذا القريب راهي المقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي تمطر عليهم بضربات أول النهار وعقابه، وعلى الخط متواصلين حتى انتزاع النصر إن شاء الله. هم لا يولون الأدبار، يسري الدفاع عن قضيتهم العادلة في عروقهم، لا يلتفتون إلى صغائر الأمور، ليلهم ونهارهم سواء. رفعوا لواء الدفاع عن الوطن في سبيل الذين تعطرت الأرض بطيب دمائهم، وإلى الذين تناثرت أجسادهم في ساحات المجد وباعوا الحياة رخيصة في سبيل الوطن والقضية، وإلى كذلك القابعين خلف قضبان الأسر في كل سجون الاحتلال. وما يلفت الانتباه كثيرا في هؤلاء الشباب والرجال أنهم في جاهزية روحانية تامة، فهم يحافظون على طهارتهم قبل كل عملية قصف ميداني لجحور الاحتلال المغربي. يتوضأ الجميع ويصلي ركعتين خيفة وخشية لله سبحانه وتعالى، ولكن كذلك لإيمانهم أنهم مشاريع شهداء في سبيل قضية مقدسة، وجل عيشهم على الأسودين الماء والتمر. رقيبي عبد الله، التلفزيون الصحراوي، بالقطاع العملياتي للناحية العسكرية السادسة.